السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السنوات الأخيرة العالم كامل كيمر من تقلبات اقتصادية كبيرة. التضخم طالع، الأسعار كتغلى، قيمة العملات كتهبط، والقدرة الشرائية ديال الناس ولات كتضعف. في وسط هذا الجو كيولي أي واحد كيخطط لمستقبله كيسول راسو سؤال مهم: فين غادي نحط فلوسي باش تنمى بأمان؟ واش نديرها في العقار، ولا نشري الذهب، ولا نخلي الفلوس في البنكة؟ والحقيقة أن الاختيار ماشي بسيط، وماشي غير مسألة فين غادي يدير الفلوس، ولكن مسألة ديال كيفاش غادي ديرهم. واش عندك قابلية للمخاطرة؟ وشحال تقدر تسنى باش تشوف الربح؟ وشنو نوعية الاستقرار اللي باغي توصل ليه؟ أول حاجة كيبان فيها الاختلاف الكبير هي العقار. الناس ديال زمان وحتى ديال دابا كيعتبروا العقار بحال واحد الابن البار، اصل ملموس كتشوفه بعينيك وكتعرف انه مع الوقت كيطلع في الثمن. العقار كيتميز على باقي الاستثمارات حيث كيعطيك جوج ارباح: واحد كل شهر من الكراء، وواحد اخر في المدى البعيد منين كيطلع ثمن الشقة او الارض اللي شريتي. وهاد الميزة كتخلي العقار واحد الاستثمار قوي ومضمون، خصوصا في بلدان بحال المغرب اللي فيها الطلب على السكن كيطلع كل عام. العقار كيعطيك كذلك حماية من التضخم، لأن منين كتطلع الأسعار في السوق حتى الإيجار كيطلع، وحتى قيمة العقار كتزيد، وهنا كتحافظ على القوة الشرائية ديال رأس المال ديالك. وزيد على هاد الشي عندك الرافعة المالية، بمعنى تقدر تشري عقار بكريدي وتتحكم في شي حاجة كبيرة بمبلغ قليل، وهذا الامتياز ما كيكونش في مجالات أخرى. ولكن العقار ماشي كامل على بعضه، عنده عيوب اللي خاص الواحد يكون عارفها. العقار أصل ثقيل وما فيهش السيولة، يعني إلا احتاج لواحد الفلوس غدا أو بعد غدا ما غاديش يقدر يبيع بسرعة وبثمن مناسب، ممكن تبقى شهر أو شهرين أو أكثر وانت كتسنى. وفوق من هاد الشي كاين الصيانة، الضرائب، الإصلاحات، ومصاريف الترميم. هاد الشي كامل كينقص من الربح. وما يمكنش نساو أن العقار كيتطلب رأس مال كبير باش تخليه، وهذه أكبر عقبة عند بزاف ديال الناس. من جهة أخرى كاين الذهب، هذاك المعدن اللي عبر التاريخ بقى محافظ على قيمته. الذهب ما كيحتاج لا صيانة، لا مستأجرين، لا مصاريف، كيخبيه الواحد في الدار أو في خزانة بنكية وكيخليه. القيمة ديالو كتطلع في الأزمات، ومنين كيوقع اضطراب اقتصادي ولا كيهبط الدرهم ولا كينزل الدولار، كتلقى الناس كتجري للذهب باش تحمي راسها، حيت الذهب ما كيتبعش السياسة ديال دولة معينة. ومن بين أقوى الميزات ديالو أنه كيتباع في اللحظة، في دقيقة تقدر تصرفه في أي بلاصة. ولكن الذهب بدوره عنده عيوب، أولها أنه ما كيعطيك حتى دخل شهري، يعني ما عندك حتى شي مدخول مستمر بحال العقار. الربح الوحيد من الذهب هو الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع. وزيد على هذا الشيء كاين مشكل ديال التخزين. الذهب خاصو امان، اما في الدار مع المخاطره او في البنك مع الاداء الشهري. وزيد عليها ان الذهب كيمر من فترات الركود، ممكن يبقى شهور ما كيطلعش. اما البنك فهو الاختيار اللي كيمشي ليه بزاف ديال الناس اللي بغات الراحه ورأسها هاني. كتحط فلوسك وكتجيك فائدة معلومة كل شهر. كتقدر تبدا بمبلغ صغير والفلوس مأمنة، وما كاينش خطر كبير انك تخسر راس المال. ولكن المشكل الكبير هو التضخم. الى عطاك البنك الفائدة ولكن الاسعار طالعين اكثر منها، فالحقيقة انت خاسر وماشي رابح. يعني ممكن البنك يعطيك 5%، ولكن التضخم 10%،
وهنا القوة الشرائية ديالك نقصات. ومن غير هذا الفوائد في البنوك كتغير، اليوم طالعة وغدا هابطة وما عندكش تحكم فيها. وزيد على ذلك أنه في بعض الحسابات البنكية إلا سحبتي قبل الوقت كتخلص غرامة. دابا نجيو للجوهر، شكون يا ترى هو الأفضل وشكون فعلا كيربح السباق؟ الحقيقة أن كل واحد فيهم كيربح على حسب الظروف. إلا كان الهدف ديالك هو بناء ثروة كبيرة على المدى البعيد وما محتاج السيولة في القريب، العقار هو الأفضل بلا شك، هو اللي كيضمن ثروة، مدخول واستقرار. أما إلا كنتي خايف من الأزمات ومن سقوط العملة أو باغي أصل تقدر تصرفه في الدقيقة، فالذهب غادي يكون هو الملك. الذهب هو أحسن حماية في السنوات الصعبة، ولكن إلا كنتي شخص باغي مدخول شهري ثابت أو عندك هدف قريب بحال زواج، مشروع صغير، شراء سيارة بعد عام، البنك غادي يكون الأنسب. ولكن الاستراتيجية الصحيحة ماشي أنك تختار واحد وتهمل الآخرين. المستثمر الذكي هو اللي كيقسم وما كيحطش البيض كامل في سلة واحدة. واحد التقسيم متوازن اللي كيخدم مزيان هو 50% في العقار و30% في الذهب و20% في البنكة. وطبعا كل شيء على حساب قدرتك المالية. نصيحة أخرى مهمة هي التوقيت. الذهب ما خاصكش تشريه فوق القمة، والعقار ما خاصكش تشريه في وسط الفقاعة. خاصك تعرف الوقت المناسب. وحتى إذا ما عندكش ثمن شقة، ممكن تدخل في العقار عبر صناديق الاستثمار العقاري، يعني تستثمر في العقار بمبالغ صغيرة. والذهب خاصو يكون للادخار ماشي للمضاربة، لأن الفرق بين البيع والشراء والمصنعية كيضيع الربح ديال المدى القصير. ودائما راقب الفائدة الحقيقية، شحال كتعطيك البنوك ناقص، شحال طالع التضخم. إلا خرجت النتيجة سالبة فهنا خاصك تهرب فلوسك وتحول اتجاه نحو الذهب أو العقار. وفي النهاية الاستثمار ماشي لعبة ولا قرار كيجي بلا تفكير، هو بناء، تخطيط، اختيار وصبر. دير دراستك، شوف وضعيتك، عرف الهدف ديالك، ومن بعد اختار الطريق اللي غادي يخدم لك. وحتى إذا كان القرار صعيب، راه الفهم والمعرفة كيسهلوا الطريق. وإلا وصلتي حتى لهنا فما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش تشجعني نكمل نقدم محتوى غادي يفيدك في المستقبل ويهز المستوى ديال الثقافة المالية عند الجمهور العربي بأسره. السلام عليكم.